اهلا بيكم فيديو جديد. انا رضوان ويلا بينا. اكتر حاجه بتخاف منها، اكتر حاجه بتهرب منها، اكتر حاجه الناس كلها بتقولك ان اوحش حاجه توصل لها هي دي في اخر عمرك: الوحده. الوحده بالنسبه لنا هي حاجه مهينه، حاجه تستعر منها لو هي عندك، لو انت حسيت بيها. بس هل الوحده دايما وحشه؟ هل دايما ان انا اكون لوحدي واخد فتره لنفسي وحشه؟ الفكره هنا مش في الوحده، الفكره هنا فانا ببص عليها ازاي، الفكرة هنا فأنا شايفها وبتعامل معاها ازاي. لأن كل حاجة في الحياة هي عبارة عن وجهة نظر، وجهة نظرك عن كل حاجة بتختلف وبتخليك تشوف كل حاجة بشكل مختلف. فبالتالي لو شفت الوحدة از ان هي حاجة وحشة وان انت وحيد ومحدش بيحبك، هتضيع الوقت ده وهتلاقي نفسك بتنساق حوالين حزن واكتئاب واحساس بان انت محدش بيحبك. ولكن لو بصيت لها على انها الفرصة اللي عندك انك ترفلكت وتبص على حياتك وتعرف انت محتاج ايه ومش محتاج ايه، هتكسب اكتر بكتير. الفكرة هنا ان الوحدة شيء لازم تمر بيه في حياتك، الوحدة شيء لازم تحس بيه وتعيشه. والوحدة هي حالة من حالتين: يا اما انت طول عمرك لوحدك، يا اما انت طول عمرك حياتك مقفولة عليك، او ان انت عشت فترة من حياتك كنت حواليك ناس كتيرة جدا وبعد كده ودي اصعب بكتير، لان انت بتكون مش قادر تصدق ان انت مريت بالمرحلة دي وبعد كده بقيت لوحدك تاني. بس الفكرة هنا هي ان الوحدة بتديك فرصة انك تتعامل مع نفسك، انك تقف قدام نفسك زي ما بيقولوا كده من غير اي حاجة، عريان، مش شايف حاجة خالص غير الحقيقة. الفكرة هي انها بتديك فرصة انك تطور من نفسك، انك تبص على نفسك، انك تعرف انت فعلا عايز ايه ومش عايز ايه. بالذات لما بتيجي بعد ما بيكون حوالينا ناس كتير قوي، وبالذات لما بتيجي بعد ما بنكون حاسين ان حياتنا كملت، لما بتيجي بعد ما بنكون حاسين ان احنا هنا وفجأة ننزل تاني ونلاقي نفسنا لوحدنا. انك تكون لوحدك دي فرصة، وعلى فكرة هي مش فرصة هتتكرر كتير، لان انت دلوقتي يمكن تكون تتفرج عليا حياتك هادية، ما عندكش حاجة كبيرة قوي، ما عندكش المسؤوليات الفظيعة اللي بتستنزف وقتك كمان تماما. ولكن مع الوقت ومع السن هتلاقي نفسك بقى عندك حياة، وبقى عندك مسؤوليات اجتماعية، وبقى عندك شغل لازم يخلص، وبقى عندك حاجات لازم تتعمل. حتى لو دلوقتي عندك حاجات نسب بسيطة من الحاجات دي فهي بسيطة، ولكن بعدين مش هتلاقي الوقت ده. والوحدة اللي انت كارهها دلوقتي كده كده في يوم من الأيام هتتملي، وده طبيعة الحياة. فبالتالي استغلها دلوقتي، استغل الوقت اللي انت فيه حاسس انك لوحدك، او حاسس انك مفيش حاجات في حياتك كتير قوي، انك تنمي نفسك، انك تفهم نفسك، انك تعرف انت عايز ايه مش عايز ايه، تنمي ايه، ايه الحاجات اللي عندك ممكن تحسنها، وايه الحاجات اللي عندك ممكن تنميها، تحسن علاقتك مع نفسك، مع الناس، مع ربنا، تكون بني آدم أحسن. لأن دي فرصة صدقني مش هتتعوض، ولما تبص عليها بعدين هتقولي يا ريتني كنت خدت بالي منها، يا ريتني كنت عملت حاجة ساعتها، يا ريتني ما كنتش قعدت حزين على إن أنا محدش معايا، مع إن أنا كان ممكن أبقى مع نفسي قوي، كان ممكن أخد بالي قوي من حاجات كتير قوي، كان ممكن أحط وقتي ليا. ده مش معناه ان انا بقولك انك تبقى لوحدك دي احسن حاجة في الحياة دايما، ولا انا عمري هبيعلك فكرة انك الحياة من غير ناس احسن، لان لأ، الحياة بناس احسن، والحياة بالناس الصح احسن واحسن. والناس بتخلي الحياة ليها معنى، بتخلينا بنروح لحاجة، بنسعى لحاجة، عايزين نعمل حاجة عشان حد. فالطبيعي ان اصحابك واهلك والناس اللي بتحبهم دول ناس مهمة جدا في حياتك، دول ناس ما ينفعش اقنعك بفكرة ان دول ملهمش لازمة، وانك لوحدك احسن، وان حياتك كده احسن، وان حياتك كده مليانة اكتر، وان انت تركز على نفسك 24 ساعة السنة كاملة، ده احسن من انك تبقى مع حد. بس هي الفكرة انك احيانا بتحتاج تاخد وقت لوحدك، احيانا وقتك لوحدك بيكون اهم من وقتك مع الناس. لان فكر فيها، لو انت دايما حواليك ناس كتيرة دوشة، مش ناس رايحين لحتة معينة، هتلاقي نفسك دايما مسحول معاهم، هتلاقي دايما عقلك رايح مع مين قال ومين راح ومين جه وهنعمل ايه وهنروح فين وبتاع، هتلاقي دايما عقلك متشتت مش قادر يفكر في حاجة واحدة. لكن الفرصة لما بتجيلك انك تبقى لوحدك بتخليك قادر تبص اكتر وتعلم انك تبقى لوحدك. وجودك لوحدك ده فن، وجودك لوحدك ده حاجة صعبة جدا في الاول، صدقني. انزل اتمشى لوحدك، انزل اتمشى لوحدك من غير
بودكاست من غير اغاني، من غير ما تسمع حاجه، من غير السماعات اصلا. حط الموبايل معاك از ان هو بس حاجه كده يعني ايه للامان، بس يعني تكلم حد تعمل، لكن ما تروحش ما تعملش حاجه. اقعد مع نفسك شويه، اقعد مع نفسك، اقعد اكتب، طلع الافكار اللي في دماغك، اقعد مع نفسك وواجهها. اقعد مع نفسك وواجهها، مش لازم تواجهها بالحاجات الوحشه، بس ان انت تفكر في انت عايز تعمل ايه بجد، انت عايز تروح فين بجد، انت عايز توصل لايه في حياتك، انت ايه الحاجات اللي انت محتاج تشتغل عليها. لان الحاجات دي كلها مش هتاخد بالك منها طول ما انت مشغول ودوشة وحاجات كتير بتجري حوالين دماغك. وصدقني اول ما بتبتدي تعمل الحاجات دي الموضوع هيكون غريب، وهتحس ان انت مش فاهم انت بتعمل ايه. وكمان هتحس ان هو كأن في دوشة حوالين في دماغك قوي من كتر ما انت مش عارف تفكر في ايه بالظبط. بس واحدة واحدة، صدقني صدقني صدقني، دي من احلى الحاجات اللي هتعملها، انك تقعد لوحدك، انك تفهم انت عايز ايه، انك تفهم انت رايح فين. والموضوع ده جيرني محتاجة ان انت تصبر عليها، ومحتاج انك تفهم ان الحياة فترات. الدنيا احيانا بتكون فيها ناس، احيانا ما بيكونش فيها ناس، احيانا بيكون فيها الناس الصح، وهي دي الناس اللي احنا عايزينها. لان الحياة مش معناها ان انا اكون لوحدي، ولكن معناها ان انا ادور على الناس الصح. لان فكر فيها كده، لو انت ابتديت تاخد بالك من نفسك، ابتديت تعيش احسن، ابتديت تاخد بالك من روحك، ابتديت تهتم بنفسك، شكلك، عقلك، صحتك، افكارك، كل حاجة، هتبتدي تبقى حوالين الناس الصح. لان وجودك في events ومؤتمرات والتمرين، وجودك في الاماكن اللي دايما فيها ناس عايزين حاجة من حياتهم، هيخليك اوتوماتيكلي تتعرف على ناس احسن، على ناس اهدى، على ناس يساعدوك ويمسكوا ايدك انك تروح حتة كويسة. لان البني ادم ابن بيئته، ودي حاجة مع الاسف حقيقية، ولكن فعلا احنا بننساق حوالين الناس اللي حوالينا، وده طبيعي، وده طبيعة البشرية. فبالتالي لما تبتدي تحسن من نفسك وتركز على ذاتك في الوحدة، وبعد كده تبتدي تطلع للناس وتبتدي زي ما بيقولوا كده تشاين اكتر، هتلاقي الناس الاحسن جايالك، هتلاقي ناس اقرب لفكرتك، هتلاقي ناس اقرب للي انت عايز توصله، هتلاقيك واحدة واحدة ماشي في الاتجاه اللي انت نفسك فيه ايا كان هو ايه. واوعى اوعى اوعى تقع في فكرة انا لوحدي احسن، لان لا، انت لوحدك هتكتئب. لو دايما انت لوحدك هتحس ان مفيش حد بيحبك، انت لوحدك ان دايما هتحس ان انت فيك حاجة غلط. ولكن في بوينت مهمة جدا لازم افهمها لكم هنا، لوحدك معناها لوحدك بجد، لا اهل ولا صحاب ولا ناس بتحبك ولا حد بيحبك. تمام؟ لوحدك معناها ان انت مفيش حد خالص، لكن لو انت معاك صحاب بيحبوك، معاك اهل بيدعموك ويحبوك، معاك ناس حواليك كويسة، فانت مش لوحدك. مش معنى ان مفيش رومانتك انترست في حياتك ان انت لوحدك، مش معنى ان مفيش حد as a partner ان انت لوحدك. دي حاجة مهمة، دي حاجة جميلة، دي حاجة نحاول ان احنا نلاقي احسن حاجة فيها، لكن مش معنى عدم وجودها معناه قلة قيمتنا، ولكن معناه بالظبط ان احنا حوالينا ناس تانية بتحبنا، وهو ده المهم. المهم ان احنا نلاقي ناس حوالينا فعلا عايزانا وفعلا بتحبنا. وانا مش بقول لكم الحتة دي علشان نفكر في الوحدة as a way ان احنا نوصل لناس، لا، الفكرة هنا مش كده. انا بقول لكم ان ده بالتبعية هيقدر يخلي حياتكم فيها ناس احسن، ولكن الفكرة هنا في دلوقتي. انت دلوقتي لوحدك، اشتغل على نفسك، قضي الوقت ده ليك، اقرا، انزل، روح اتمرن، اقعد مع نفسك، ما تقعدش على الموبايل اليوم كله. عشان هقولكوا على حاجة حزينة جدا، الوحدة اللي من النوع اللي انت قاعد فيها في البيت 24 ساعة بتقلب على الموبايل وبس، بتجيب اكتئاب، ووحشة قوي، وحشة جدا، وبتخليك متدمر نفسيا وحاسس انك ملكش لازمة، بالذات بقى وانت يا سلام عليك قاعد اليوم كله بتقارن من نفسك مع الناس اللي على السوشيال ميديا. فدي نوع الوحدة ده اللي بيفشل. ولكن مع الأسف برضو إن الشغل والتنمية والتمرين والمعافرة والمحاولة في حياتك بيخليك حاسس إنك أحسن، بيخليك حاسس إنك أأمن، بيخليك واثق أكتر في دماغك، واثق في حياتك، واثق في نفسك، بيخليك أحسن، وبيخليك برضو تجذب الناس الأحسن، وبيخليك تعرف تفرق
مين الكويس ومين الوحش، عشان كده كده الناس بتيجي. احنا بس بنعرف نفرق، بنعرف نقول مين ده كويس ومين ده وحش، عشان لما نبقى لوحدنا نبقى فاهمين كويس ان الناس بتروح وبتيجي، وان حتى لما حد كويس يجي ويمشي لأي سبب إن كان، انا هعرف اكمل. الفترة اللي انت فيها لوحدك هتفهمك الحتة دي، هتفهمك ان الناس فترات، وان مهما كان الشخص قريب ممكن يمشي، والاسباب كتيرة جدا، مش لازم بس ان الشخص مشي بمزاجه، في حاجات كتيرة قوي. فبالتالي لازم تبقى فاهم انك لوحدك برضو بتعيش وبرضو بتكمل كويس، ولكن مع ناس برضو الحياة بتبقى احلى. وعمري ما هنكر ده، لان انا ذات نفسي وقعت في فخ وقعت في فخ ان انا اكون فاكرة ان انا لوحدي احسن، انا من غير حد احسن. بس لأ، دي مش الحقيقة، ودي مش الحاجة اللي تسعى ليها ابدا. مفيش حاجة في الدنيا احسن من ان انت تركز مع نفسك، لان تركيزك مع نفسك هيخليك تفهم الناس التانية على فكرة، وهيخليك تفهم انت محتاج تشتغل على ايه عشان تكون احسن، عشان تلاقي صحاب احسن، عشان تبقى بني ادم احسن لاهلك، عشان تكون بني ادم احسن للناس اللي حواليك، للناس اللي شغالة معاك، للناس اللي بتقضي معاك ايامها. انت اهم حاجة تشتغل عليها، لان انت لو بنيت اساس صح، والاساس ده هو انت، كل حاجة بعد كده هتيجي هتبقى مبنية على أساس صح. ما بني على باطل فهو باطل، وما بني على حق فهو حق. لازم تبقى فاهم إن الوحدة مش نقمة، الوحدة نعمة. الوحدة أحيانا بتكون نعمة لما نكون بقالنا كتير قوي مسحولين مع ناس تانية ومش مركزين ومش عارفين نبص على نفسنا إحنا بجد عايزين إيه، يبقى ساعتها الوحدة نعمة. الوحدة تبقى نعمة لما نلاقي نفسنا خسرنا نفسنا في حياة حد تاني، يبقى ساعتها الوحدة تبقى نعمة. الوحدة تبقى بنعمة لما نبقى ماشيين بندور على الأمان في الناس التانية وعمرنا ما بصينا عليه في نفسنا، يبقى ساعتها الوحدة نعمة. الوحدة تبقى نعمة لما نبقى تايهين ومش عارفين احنا بنعمل ايه، وعمالين نسحل نفسنا مع 100,000 حاجة علشان بس نسكت عقلنا، يبقى ساعتها الوحدة نعمة. وساعتها انت لازم تعرف تقف قدام نفسك وتواجهها، وتعرف انت عايز ايه في حياتك دي. بس كده. اتمنى تكونوا اتبسطتوا في الفيديو، متنسوش تعملوا لايك شير وسبسكرايب، وتدخلوا على الانستجرام وعلى التيك توك تعملوا فولو، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.